انا كابتن عادل السيد، مؤسس اكاديميه ويل تيل. الفكره جت ازاي؟ الفكره جت ان احنا من اول يوم عمل في الاكاديميه، وانا وكابتن عبد الرحمن هدفنا الاول والاخير التطوير ونقل رياضه السباحه في مصر لحته تانية خالص. فمن هنا جات لنا فكره ك كتكمله لكل افكارنا. لو حضرتك رجعت لكل افكارنا هتلاقي كل افكارنا بره الصندوق. فبناء عليه ليه ما نعملش حاجة جديدة وفريدة من نوعها، بس المرة دي مش في مايو أو حلوان؟ ليه ما تكونش حاجة فريدة من نوعها في مصر؟ احنا جايين لهم شباب صغير، مشروع صغير. كان ممكن يقولوا لا والله الموضوع ده مش متاح ومش متعرف عليه اصلا في السوق المصري. بالعكس، رحبوا بالفكرة جدا وطوروها معانا جدا وبذلوا مجهود كبير جدا. هنستفيد ايه من ابلكيشن؟ هي فايدتنا الاولى والاخيره هي خدمه وراحه اولياء امورنا والعملاء بتوعنا. حضرتك من النهارده اول ما تبقى عميل في ويل تيل اكاديمي هتبقى بدوسه زرار هتعرف مستوى ابنك، ايام التدريب، هتعرف هو الساعه كام، حابب تلغي، حابب تعوض، حابب تعرف اداؤه في التمرين كان عامل ازاي. كل ده بدوسه زرار واحده وحضرتك قاعد مكانك هتطمن على ابنك. كل ما البراند بيكبر ونجاحه بيكبر كل ما المسؤوليه بتبقى اصعب، خاصه لو انت يهمك الكواليتي، مش يهمك النجاح اللي فيه مثلا اعداد كبيره او شو على الفاضي. لا، احنا عايزين نحافظ دايما على الكواليتي. الشركه وفرت لنا موبايل ابلكيشن فريد من نوعه، فبجد بنشكركم جدا وفكره وشركه فوق الممتاز بفضل الله.